يا سلام، توقعوا مين بيروح المغرب؟ أسطورة برشلونة نفسه، إنيستا، اللي سجل هدف كأس العالم 2010. والمغرب ما بيلعب معاهم. لا لا لا، الموضوع أكبر من كذا بكثير. خلوني أحكي لكم القصة من أولها. أندريس إنيستا، 41 سنة، أسطورة حية، صاحب 9 ألقاب دوري مع برشلونة و4 دوريات أبطال وكأس العالم مع إسبانيا. الراجل اعتزل اللعب، لكن القصة ما خلصت. والحين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقول له تعال عندنا، مو عشان يلعب، لا، عشان ياخذ منصب إداري وتقني. يعني إيش؟ يعني إنيستا بيساعد في تطوير الكرة المغربية كلها، المنتخبات، الاستراتيجيات، الرؤية المستقبلية، كل شيء. وتدرون شنو الأقوى؟ المغرب دعاه يحضر نهائي كأس إفريقيا اليوم الأحد في الرباط ضد السنغال، كضيف شرف ولا كجزء من العائلة الجديدة؟ والله العظيم، الراجل اللي كان يهزم المغرب في كأس العالم 2010 الحين بيساعدهم يوصلون للقمة. هذه اسمها كرة قدم ولا فيلم هوليوود؟ المغرب طايح على إنيستا لأنهم يعرفون عنده الخبرة، السمعة والعقلية الفايزة اللي يحتاجونها. وإنيستا شايف إن المغرب عنده الموهبة والبنية التحتية عشان يكمل تقدمه. بس السؤال الكبير، هل بيوقع إنيستا؟ وشنو المنصب بالضبط اللي بياخذه؟ وهل المغرب بيصير القوة الجديدة في الكرة العالمية بفضله؟ الإجابات جاية قريب، وإحنا أول ناس بنخبركم. فعلوا الجرس عشان ما يفوتكم شيء، واشتركوا في القناة، لأن بكرة الأخبار بتكون أحلى.